النهاردة خامس حلقة على قناة تدريب الكلاب مع يوسف حنا. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن إزاي تخلي كلبك شخصيته قوية وشجاع. أول حاجة لازم تعرفها إن الضرب ممنوع تماما. لو عايز تعاقب كلبك عاقبه بإنك تحرمه من المكافآت أو من النزول للشارع أو اللعب معاك. هنتكلم بقى دلوقتي على الخطوات اللي انت تعملها عشان تخلي الجرو بتاعك يكون شخصيته قوية وشجاع. أول حاجة لازم تلعب مع كلبك كتير وتديله اهتمام وجزء كبير من وقتك. تاني حاجة ما تزعقش في الكلب قدام حد غريب لأن ده بيضعف شخصية الكلب. تالت حاجة ما تخليش أي حد غريب أبدا يلعب مع الكلب بتاعك أو يطبطب عليه أو يضربه أو يزعقله لأن ده بيضعف شخصية الكلب. رابع حاجة هنجيب قماشة وتلعب بيها مع الجرو بتاعك وتخليه يشدها منك، وفي الآخر لازم تسيبها للجرو عشان تحسسه إنه قوي وقدر يفوز وياخد الثقة في نفسه. خامس حاجة دخل أي حد غريب على الكلب، والحد الغريب ده لازم يبين للكلب إنه خايف منه عشان بيخلي الكلب ده واثق من نفسه. وبس، دي كانت حلقتنا النهاردة. يا رب أكون فدتكم في حلقة النهاردة. ما تنساش تعمل لايك لو الفيديو عجبك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك أي فيديو جديد أنا أنزله. كان معاكم يوسف حنا، أشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.